السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوتي المغاربة الكرام، فيديو جديد ودائما صفحة مشرقة من صفحات تاريخ المغرب المجيد. اليوم غنشوفوا الإسبان يحتفلون بالمور المغاربة، وأي احتفال كيحتفلوا بالمور المغاربة اللي هما نحن. المور المغاربة من فتحوا الأندلس، المور المغاربة كيحتفلوا بالمغاربة بالرايات المغربية وباسم المغرب واللباس التقليدي المغربي. لأن الإسبان عارفين شكون اللي فتح الأندلس وعارفين شكون اللي حكم الأندلس. كيحتفلوا بالجيوش ديال دولة المرابطين والموحدين، مشهد تمثيلي. كيف ما كتشوفوا الراية المغربية موجودة، ولكن غنخليكم تسمعوا المقدمة الإسبانية ماذا تقول. شنو قالت هذه المقدمة الإسبانية؟ واش بصح المغاربة هما اللي فتحوا الأندلس؟ واش بصح مراكش حكمات الأندلس؟ واش بصح المغرب امبراطوريه عظيمه خلات البصمه ديالها في التاريخ؟ هادشي غنخليو هاد الاجنبيه هادي اللي تقول، هاد الاسباني حنا ما غنقولوا والو. Y per presentarlos ya las siguientes desfilas es la número 11, la fila Marrakech. La fila Marrakech fue fundada el 2 de juny de 1901 amb la denominació de Moros de Marrakech, en referència, clar, a Marrakech, la vila imperial marroquí, fundada pels almoràvides al segle XI. La capitanía de l'any 1910 serviria per marcar les bases del que ara coneixem com un boato o seguici, com el coneixem ara mateix a l'actualitat, marcant una trajectòria basada en l'originalitat i també la distinció, que serà una constant en els Marrakech. Teníem a la guió de la fila Almudena Pastor, Ballester, a llocs d'eixe cavall, també engalanat, per dir que ja han arribat a Alcoi, a la vila d'Alcoi, els Marrakech. كنا كل شيء باين وواضح. كتكلم على المور المغاربه وكتكلم على المرابطون وكذلك الامبراطوريه المغربيه. ما يجيش شي واحد ويجي يطاول علينا. اللي عنده شي حاجه في الاندلس يوريها لينا، اللي عنده شي حاجه في الاندلس يجي يوريها لينا. الا جينا غنتكلموا مثلا حنا كمغاربه الا جينا غنتكلموا في الاندلس غنعطيكم اكثر من 100 معمار مغربي بناوه المغاربه حقيقه، بناوه المغاربه من الساس الراس. غنعطيكم الدليل ان المغاربه حكموا الاندلس من عند الصبريون كيحتفلوا بالمغاربه، كيحتفلوا بالمور المغاربه، ما كيحتفلوا بحسب شي قوم واحد اخر. لان المغاربه هما اللي حكموا الاندلس وهما اللي فتحوا الاندلس وهما اللي بناو الاندلس. هذيك الحضاره المغربيه الاندلسيه اللي كتجي انت اليوم اللي ساكن في الصحراء، اشنو عندك منها؟ ماذا تمتلك منها؟ ما عندك منها والو. هي ثقافه حضاره مغربيه فقط لا غير. واللي كيدعي العكس يورينا شنو عنده في بلاده. اللي كيدعي العكس يورينا شنو عنده في بلاده. الا جيتي انت من اعماق الصحراء غتقول لي انا هذا المعمار ديالي، ايوا انت خاصك تكون في بلادك راك باني مدينه من هذا المعمار، بحكم ان هذا المعمار ديالك خاصك تكون هو الاصل فيه، خاصك انت تكون هو المتطور فيه. والنسخه اللي غتكون في المغرب او الاندلس غتكون واحد النسخه فاشله، ولكن الاصل والابداع غيكون عندك، وانت للاسف ما عندك والو. لان هذا المعمار هذا معمار مغربي 100%، معمار مغربي 100%، تطور في المغرب وانتشر في الاندلس وشمال افريقيا. الى شفنا المعمار المغربي راه كاين حتى في الجزائر، حتى في تونس ديالنا حنا اللي بنيناه. وكيف ما كتشوف ان الاسبان هما اللي كيحتفلوا وهما اللي هازين الرايات ديال المغرب. موروس ماروك مارويكوس، ما كاين حتى شي واحد اخر. وحتى الكلمه ديال الموروس حتى هي تيزوروها وردوها مورو كتعني مسلم. هي مورو كتعني مسلم بالنسبه لهم هاد المزورين، ولكن في الصبريون فاش كيعايروا المورو، حيت المورو سميتو اسم قدحي بحال كيسبك كيقول لك مورو، لا فاش كيقول لك ان مورو وكيسبك بها الصبريون كيقول لك لا راه كيقصدكم نتوما المغاربه. وفاش كتجي كتقرا كتب التاريخ اللي زوروها كيقول لك لا مورو تعني مسلم، ولكن الواقع مورو
كتطلق على المغاربه وكيسبونا بها، كيقول لك لا هذيك راه ديالكم، كيسبوكم نتوما ماشي مور، ماشي حنايا. المور هما المغاربه معروفين، المور معروفين. جاو الاغراق جاو شنو سماو الساكن اللي كيسكن في المغرب؟ سماوه موريسكي. وحتى هذا الاسم ديال الموريسكيين حتى هو زوروه، اسم ديال الموريسكيين حتى هو زورو. الا جينا نشوفوا كتب ديال الاندلسيين اللي كتبوا، عمرهم استعملوا هذا اللقب ديال الموريسكيين. اللقب الشائع انذاك كان هما المواركه. الموريسكيين اللي سماهم اليوم الموريسكيين كانوا كيتسموا المواركه. المواركه هما المغاربه اللي ساكنين في الاندلس. اما حتى هذا سميتو اللقب ديال الموريسكيين راه هو لقب مغربي. الموريسكيين فاش سميتو الاغريق فاش جاو سمونا الموريسكيين، ومن بعد جاو الرومان سمونا المور. يعني سرقوا لك اللقب ديال الموريسكيين وحرفوه، وسرقوا لك سميتو الاسم ديال المور وحرفوه، وهذا الشيء كامل غير باش يسرقوا لك التاريخ ديال المغرب في الاخر. مع العلم كنقولوا وكنعاودوا ان هاد الدوله الامويه اللي فرحانين بها راه ما حكمتش الاندلس. حكمت الاندلس غير في كتب التاريخ، في كتب التاريخ حكمت الاندلس، ولكن الواقع راه ما حكمتش الاندلس. والواقع انهم ما بناو حتى شي حاجه في الاندلس. الواقع انهم ما بناو حتى شي حاجه في الاندلس. جميع المساجد اللي كيدعيو كذبا وتزويرا انهم بناوها راه في الاصل ديالها كنائس تم تحويلها الى مساجد. وهذاك الشيء هذاك سميتو الجامع الاموي اللي كيفتخروا به، كيقول لك ها هو الاصل، واخا لا علاقه له مع المعمار المغربي، هذاك الاصل ديالو كنيسه. بعد هذاك الاصل ديالو راه كنيسه. غنتسناو حتى يجيو الموحدين عاد باش غيتبنى اول مسجد حقيقي من الساس الراس حتى غتجي دوله الموحدين المغربيه. غتمشي لسيفيا مثلا غتلقى جميع المعالم التاريخيه اللي كاينه في سيفيا من بناء الموحدين. هاي كتقول لك هذا التقرير كتقول لك الامبراطوريه المغربيه عاصمتها مراكش، المور المغاربه حكموا الاندلس اللي هي اسبانيا اليوم. ولكن انت اليوم ما دخلك في الموضوع. فاش كتجي وغتبقى تسبني انا ببربري، تقول على المغربي صاحب التاريخ الحقيقي بربري بمعنى امازيغي، هو كيبغي غير يسبك بها. ايوا راه سميتو الرومان والاغريق راه هما سماوكم بربري. هذه ما ترجمتوهاش. هذه راه حتى الرومان كانوا كيطلقوا عليهم اسم بربر، وحتى الاغريق طلقوا عليهم اسم البربر. البربري بالنسبه للاغريقيين شي واحد ما كيتكلمش اللغه ديالهم، هادشي علاش كيتسمى بربر. راه حتى العرب حتى هما كانوا كيتلقبوا بالبرابره، وحتى الكنعانيين كانوا كيتلقبوا بالبرابره، وحتى الفينيقيين كانوا كيتلقبوا بالبرابره. الا جينا اليوم انت كتسب البربر، ايوا عطيني اش عندك من العلماء. راه كاينين العلماء البربر غيروا المجرى ديال التاريخ وخلاو البصمه ديالهم في التاريخ. بارك الله العنصريه، الله يرحم لكم الوالدين. يلا خوتي خواتي المغاربه، السلام عليكم. دام المغرب الله الوطن الملك.